ما حدث في استاد القاهرة لم يكن مجرد مباراة انتهت بالتعادل، بل كان شرارة قد تغير الكثير في الكرة الإفريقية. بيان شديد اللهجة من الكاف، تحقيق رسمي، وعقوبات قد تقلب موازين دوري أبطال إفريقيا. لكن المفاجأة لم تتوقف هنا. في المغرب تحركات هادئة تدرس على أعلى مستوى، أسماء كبيرة مطروحة، ومستقبل المنتخب على المحك. هل نحن أمام أسبوع سيعيد رسم المشهد الكروي بالكامل؟ وهل ستكتفي الكاف بعقوبات مالية، أم أن القرارات القادمة ستكون أقوى مما نتوقع؟ دعونا نفكك الصورة كاملة. بيان الكاف الذي أشعل الملف. في أول رد فعل رسمي، خرج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ببلاغ شديد اللهجة بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 15 فبراير 2026. الكاف لم تلتزم الصمت. البيان وصف ما حدث بالأحداث غير المقبولة، وأكد إحالة الملف إلى اللجنة التأديبية لفتح تحقيق شامل. وهنا تبدأ الأسئلة: ما طبيعة الأحداث بالتحديد؟ هل نحن أمام تجاوزات جماهيرية أم أحداث تنظيمية وإدارية؟ الأخطر في البيان كان التأكيد على أن أي طرف يثبت تورطه سيواجه عقوبات صارمة وفق اللوائح التنظيمية، وهذا يعني أن القرارات قد لا تكون شكلية. ماذا تعني الإحالة إلى اللجنة التأديبية؟ عندما يحال ملف إلى اللجنة التأديبية